مدرب نادي الهلال سامي الجابر سعود. تفضل، كلمة عليكم. شكرا لك محمد. معي كما ذكرت الكابتن سامي الجابر مدرب فريق نادي الهلال. كابتن، نقول لك مبروك الاداء اللي قدمته في الشوط الثاني. خلينا نقول ما مدى رضاك عن فريق الهلال في هذه المباراة؟ بدون أدنى شك أن مباراة أعتقد من طرف واحد، وهذه النوع من المباريات ما تستفيد منها بشكل كلي، خصوصا ما علمنا أنه تقريبا أخذ 13 دقيقة طرد لاعب من الفريق الرفاع. حاولنا مع الحكم نحن نرجع اللاعب عشان نستفيد استفادة فنية بغض النظر عن الفوز والخسارة. أنا بالنسبة لي كمدرب أبحث عن تجانس، أبحث عن مجموعة من المجموعة اللي تفيدني. زي ما تفضلت الشوط الأول بالنسبة لي كان أعطاني معطيات كثيرة من خلال أنه عناصر كثيرة ما أقدر لسه يعني ما أعتقد أني يعني مو مسألة شابة، ما أعتقد أني ممكن أستفيد منها في المرحلة المقبلة. في عناصر أقدر أستفيد منها. أنت عارف زي ما شفت برضو خسارة الفريق البحريني اللاعب من الشوط الأول آخر تقريبا 13 دقيقة 12 دقيقة أعطانا أفضلية مطلقة. كنا نلعب في الشوط الأول أيضا الفريق الرفاع الغربي من حقه أنه يلعب يتحفظ بأي شكل من الأشكال، لكن الفائدة في هذه المباريات تأتي من عدة نواحي. أنك تبغى تجانس أكبر، وصول مرحلة لياقية. شاركت في المباراة الثانية برضو بالصف تقريبا فريق جديد تقريبا، للوقوف على مستويات بعض اللاعبين. وفي آخر تقريبا 20-30 دقيقة بديت أشارك عناصر من أجل أنه تعزيز النتيجة. وكرة القدم لا أرضى بالخسارة حتى لو كنت ألعب أنا لوحدي مهما كان. فريق كبير زي نادي الهلال أنا ما أرضى طبعا نكون خسرانين أي مباراة مهما كانت ودية تجريبية، وهذا ما يعطينا أي أحقية. نعتقد أن لازال لدينا شغل كبير وكثير، لكن بدأت تبان عندنا أمور كثيرة بالنسبة لي أنا كمدرب على مستوى الشخصي في بعض أداء اللاعبين أو على المستوى الجماعي. نعم كابتن، شاهدنا الاستقطابات التي جلبها الهلال للموسم القادم من أجانب. يمكن على مستوى الهجوم ما شفنا أي لاعب أجنبي، ولكن اعتمدتوا على الشمراني وعلى السالم بالإضافة إلى ياسر القحطاني. أفضل 3 لاعبين موجودين في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة. يعني بتستقطب لاعب أجنبي يكلفك الشيء الكثير، والكواليتي الموجود عندي أنا كمدرب مقتنع جدا بأسماء ال3 اللي عندك. هل هم كافيين للمنافسة على كل البطولات بالإضافة إلى كأس آسيا؟ أسألك الآن كمعلق، هل هم كافيين؟ هل ترى في ناصر الشمراني ياسر قحطاني يمكن كافيين على المستوى المحلي؟ هل أنت تعتقد أنهم كافيين على المستوى المحلي؟ ما أدري، أنت مدرب ويمكن أنا عن نفسي صراحة يعني على المستوى، إذا بنتكلم عن المستوى يعني مو عاجبينك أبدا؟ لا طبعا عاجبيني، لكن مش على المستوى الآسيوي. إذا أنت بتنافس على المستوى الآسيوي يعني إذا بتنافس على من أفضل لاعبين القارة الآسيوية اللي أنت تتكلم عنه. الفرق المنافسة لك. ياسر القحطاني لاعب عندك في العين استقطبته من الهلال عشان يساعدك في العين طبعاً. صح ولا لا؟ نعم. إذا كيف تقلل من إمكانيات ياسر؟ ناصر الشمراني هداف الآخر 5 سنوات، هداف 3 مرات، من أفضل اللاعبين حتى على مستوى القارة. يوسف السالم لاعب المنتخب السعودي الأول. فإذا مو عاجبينك أنت عاد سمعنا أخبار عن انتقالات ياسر، ممكن إنه ينتقل. لا شوف، إذا تبغى تسوي مقابلة تكلم معي منطقيا، أما مسألة الإثارة أنت تتكلم. سألتني أسئلة وطلعتني من سؤال إلى سؤال ثاني. بدأت تتكلم كأنك تتكلم عن أمور يعني ليس لها لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لي كمدرب. كلها تخص الهلال. أمور فنية أسألني عنها، أما أمور مسألة الكلام اللي يحدث في النت أمور فنية. كابتن، هل هناك استقطابات أخرى في نادي الهلال غير اللعيبة الموجودين؟ ما في استقطابات، هم الاستقطابات الموجودة. أنا أحضر 24 أغسطس، وأعتقد أن الأسماء اللي أنت ذكرتها بالنسبة لي كمهاجمين مقنعة جدا جدا جدا، وهذا ما شاهدناه يعني هذا. وراح إن شاء الله بالنسبة لي إن شاء الله حيكون هذا واضح إن شاء الله. كابتن، آخر سؤال، هل هناك وعود من سامي الجابر ببطولة على الأقل على المستوى المحلي في السعودية؟ كانت هناك وعود من سامي الجابر للإدارة وللجماهير؟ أو من معك في الاستديو على فكرة من الشباب الموجودين معي محمد الصيعري وفهد علي والكابتن خلف سالم. أحب أمسي عليهم بالخير إن شاء الله، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين والعشر مباركة إن شاء الله. هذا أول شيء لأني نسيت في أسئلتك شوي الغريبة اللي ما شاء الله طلعت ولكن إحنا في مرحلة تحضير. مرحلة التحضير هذه تحتاج إلى شغل عمل جماعي، ولسنا في مرحلة إثارة وبحث عن الكلام ووعود لا ما ندور إثارة كابتن، نحن بالعكس نتمنى لك توفيق والله.
وانا اتمنى لك التوفيق ايضا كمذيع ان شاء الله، وتتطور اكثر واكثر ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. اذا كان معي سامي الجابر اللي يمكن ما عجبته اسئلتي محمد، ولكن اترك التعليق لكم في الاستديو على هذه الاجابات